السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ماي كاشي. التطبيق ده مساحته 16 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق سوداني موجود في دولة السودان. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تشحن رصيد او تحول رصيد او تحول فلوس او تدفع فواتير او تسحب فلوس او تعمل اي معاملات مادية او اي معاملات مالية من خلال التطبيق ده. التطبيق تطبيق سوداني موجود في دولة السودان فقط لا غير. بتقدر ان انت تعمل كل المعاملات بتاعتك المالية، وتقدر ان انت تحول فلوس لاي شخص داخل دولة السودان، وتقدر ان انت تتأكد ان العملية تمت بنجاح وان الفلوس وصلت له في حسابه. كمان بتقدر ان انت تدفع اشتراكات الالعاب واشتراكات برامج التلفزيون زي شاهد ونتفليكس البرامج اللي هي بتتشغل على التلفزيون دي. مشكلة التطبيق ده ان هو ناس كتيرة حملت التطبيق وبتشتكي ان لما حد بيحمل التطبيق ويجي يخرج منه او ينزل التطبيق، يغير التليفون مثلا او حاجة، لو نسيت رقم او نسيت الباسورد بتاع التطبيق ما بتقدرش ان ما بيرجعلكش الباسورد تاني. مهما ان انت قعدت تحاول ان انت تقول لهم مثلا نسيت الباسورد وابعتولي الرمز تاني او كده، مش بيتبعت لك. دي اكتر شكوى واكتر حاجة الناس يعني متضايقين منها في التطبيق ده. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.